جربتها قبل، جبت لكم وصفة فرنسية راقية وسهلة جدا، جراتا دوفينو بالبطاطس والكريمة، ناعمة غنية وتذوب في الفم. وصفة تستحق التجربة فعلا. قوموا معايا شوفوا الطريقة. نستخدم في هذه الوصفة لدينا ملعقة كبيرة من الزبدة ونصف كوب من الحليب، لدينا بطاطا مقطعة شرائح رفيعة، علبة من الكريمة السائلة حوالي كوب، ورشة من الفلفل الأسود، و2 فصوص ثوم، نصف ملعقة ملح، والقليل من الزعتر. أولا نأخذ أداة، نضع فيه ملعقة كبيرة من الزبدة، نضيف لها نصف كوب من الحليب وعلبة من الكريمة السائلة. بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم ورشة من الزعتر، ونترك الخليط يسخن بدون غليان. بعد ذلك ندهن القالب بالزبدة ونضع طبقة البطاطس المقطعة في القالب. بعد ذلك نسكب الخليط فوقها دون إيصاله للحواف، ونغطيه بورق الزبدة ونخبزه لمدة 45 إلى 50 دقيقة. وهذا هو شكله بعد الطهي. شوفوا لي جمال الطبق، بطاطس طرية والوجه الذهبي المقرمش. جراتا دوفينو جربتها قبلك وطلعت تحفة. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم، وتخلوا لي لايك واشتراك في القناة للمزيد من الوصفات جربتها قبلك. إلى الوصفة القادمة بإذن الله.